السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نانسي سعيد وكارت أحمر، أتمنى يكون الجميع بألف خير. تغيبنا بقالنا فترة، ما بنعملش فيديوهات، ما بنطلعش على الصفحة لسببين. في البداية أو أول سبب وأهم سبب هو دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية في ظل الهجمات الإسرائيلية اللي بيتعرض لها إخواتنا في غزة. فاللهم يا قادر يا قاهر يا قوي يا عزيز، انصر إخواتنا في غزة على أعدائهم وفرج كربهم وارحمهم. اللهم ارحم شهداءهم وألهم ذويهم الصبر يا رب العالمين. تاني سبب معايا النهاردة اني انا كنت في وعكة صحية، الحمد لله عدت على خير. اعذروني الصوت مش كويس بس الحمد لله. احنا كنا فين يعني؟ الحمد لله. اتمنى يكون الجميع بخير. النهاردة هنبدأ الحلقة بتاعتنا او اللايف بتاعنا بمباراة مصر وزامبيا اللي انتهت بفوز المنتخب 1-0. في تحليل بسيط وسريع عن المباراة، منتخب بدأ المباراة بتسديدة قوية لحمدي فتحي في الدقيقة الثالثة، اتردت من القايم، وهي دي تقريبا الكرة الوحيدة في أول ربع ساعة في المباراة اللي نقدر نقول كان فيها خطورة أو كان فيها شكل المنتخب. النهاردة احنا مشفناش صلاح ولا شفنا جمل، وكان منتخب زامبيا بيلعب على أمل خطف كرة من هجمة مرتدة، ونجح بالفعل في الدقيقة 20 لولا تألق الشناوي. وبيستمر الأداء الباهت من منتخبنا، حاجة كده في قمة الملل، تقدر يعني تصيب اللي بيتفرج بالشلل بصراحة. الكلام ده لحد الدقيقة 28 ظهر منتخب زامبيا في تاني هجماته، ولكن الراجل سدد فوق العارضة. بعدها رد عليه تريزيجيه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس، ولما جت الكرة دي قلنا يا مسهل جايز نشوف حاجة، ولكن بيستمر الأداء بنفس الرتم. بننقل الكرة بعرض الملعب ومفيش محاولات اختراق للعمق، وما ظهرش ولا لاعب من منتخبنا بشكل كويس. خلص الشوط الأولاني بنفس الرتم، دخلنا على الشوط الثاني حصل تحسن طفيف في أداء المنتخب، بدأ يزيد بشكل كبير. كان في أكتر من فرصة اختارها لتريزيجيه ولكن جت في العارضة، ولكن مش بيستمر التفوق للمنتخب للأسف لوقت كبير، وكانت الفردية في الأداء هي اللي مسيطرة على المنتخب. صحيح كان في بعض الفرص وقدر منتخب مصر يسجل هدف لحمدي فتحي عن طريق عرضية متقنة من زيزو، ولكن الأداء غير مبشر. وما اقتنعتش بأداء أي لاعب النهاردة، وأكتر شيء لفت انتباهي توتر روي فيتوريا على الخط، وتحس ان الراجل مضغوط رغم ان المباراة ودية. في النهاية الأداء مش على المستوى، ونتمنى الأداء يتحسن خصوصا قدام منتخب الجزائر، لأن منتخب الجزائر منتخب كبير وبيمتلك قدرات فنية عالية. وفي النهاية نتمنى التوفيق للمنتخب المصري. تاني موضوع معانا النهاردة في اللايف هو عودة المستشار اللي ما نعرفش بيطلع منين، وعامل زي الشبح ما بينتهيش. رجع ليه؟ طلع ليه؟ الراجل ده عليه احكام، ايه صلته حتى بالنادي او ان هو يتكلم عليه؟ محدش عارف. رجع من خلال صفحته على فيسبوك قال انتظرونا بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي. قال يعني هو خايف على مصلحة النادي، وقال احنا هنرد بالمستندات على اكاذيب اللجنة المزمع تعيينها لتدير النادي برئاسة طبعا حسين لبيب. وجه اتهامات بالكذب والتضليل للقائمة اللي بيقودها حسين لبيب، واللي هو طبعا لقبها وسماها قائمة كده وكده. ليه سماها كده وكده؟ عشان في طعون مقدمة على طبعا ترشح حسين لبيب، وان عضوية حسين لبيب عضوية مزورة، وبالتالي لا يحق لحسين لبيب الترشح من الاساس.
وان في 9 من قائمة حسين لبيب كانوا في اللجنة المؤقتة اللي طبعا خربت النادي. ده كل ده كلامه من 2 سنين، او كانوا مرشحين في الانتخابات اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، ورفضتهم الجمعية العمومية. كمان صرح وقال انتظروا الرد بالمستندات، واتحدى ان يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف. الكل فاض والصبر نفد، ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام. طيب ليه ظهر مرتضى منصور في التوقيت ده تحديدا؟ وإيه هي المستندات وقبل الانتخابات بحوالي 8 أيام بس؟ محدش طبعا عارف، ولا حد عارف اللي بيحصل ده لمصلحة ايه ولا مصلحة مين. السؤال الأهم للمستشار مرتضى منصور، انت عايز ايه من النادي الزمالك؟ يعني انت مشيت بحكم محكمة، والمفروض ان يعني حضرتك صلتك انقطعت تماما بالنادي نهائيا. طبعا انت ما مشيتش، يعني انت مشيت بعد ما غرقت النادي في مشاكل لا تحصى ولا تعد، وبسببك انهيار تام لنادي الزمالك. ماديا مفيش، تقريبا كمان باعوا الحديدة، ومديونيات يعني بملايين مملينة، حقوق لعيبة متأخرة، غرامات بسبب طبعا شكاوي اللاعبين اللي نصبت عليهم طبعا، واخرهم خالد بوطيب اللي بالمناسبة استلم الزمالك خطاب من المحكمة الرياضية بشأن استئنافه على غرامة خالد بوطيب، وتم تخفيض الغرامة ل1,900,000 يورو بعد ما كانت 2,900,000 يورو، على اساس انها يعني ما اتخفضت هتدفع منين ما نعرفش. خالد بوطيب اللي لعب مع الزمالك 16 ماتش بس، يعني انت جبته يلعب 16 ماتش بس وبعدين يعمل لك مشكلة بالملايين وما سجلكش غير 4 أهداف. ده غير طبعا مشاكل تانية كتير جدا، وكل ده وانت صعبان عليك ان الانتخابات تتم وتيجي إدارة والزمالك يقف على رجله ويحصل بعض الاستقرار. انت تقريبا كده مش عايز تشوف الزمالك يعني بيتقدم خطوة من الاستقرار الإداري اللي لو حصل طبيعي انه هيحصل استقرار مالي. انا معرفش انت بتتعامل مع الزمالك على انه ايه، انت بتتكلم بصفتك ايه؟ يعني الزمالك ده لو كان ورثك من الحاجة والدتك مش هتبقى كل شوية ناطط فيه وفي شؤونه بالطريقة دي. انت اخدت فرصتك مرة واثنين وثلاثة، ليك ما ليك وعليك ما عليك. سيب غيرك، يعني سيب غيرك ياخد فرصة، يمكن يحاول ده يجلب الاستقرار للنادي. يا جماعة الانتخابات لسه ما بدأتش، وتقدم على بعض المرشحين طعون، وهيتم النظر فيها يوم الأحد اللي جاي، ولما تخلص وينجح اللي ينجح هيتقدم على الانتخابات طعون تاني، ويتحل المجلس تاني، وتيجي لجنة مؤقتة 10 وموال ما بيخلص، عشان بس جماهير الزمالك تعرف ان مفروض يعني اللي هم بيقولوا انهم ابناء النادي واللي خايفين على مصلحة النادي هم اللي بيضروا الزمالك. احنا قلنا قبل كده تيجي انتخابات، تيجي ادارة زي ما تيجي، يحصل بس استقرار عشان النادي ده هيقع، هيندثر. الناس اللي بيقولوا ان هم ابناء النادي دول هم اللي بيضروا الزمالك، هم اللي بيضروا الزمالك، سواء المنتشرين على السوشيال ميديا او اللي كانوا في الاداره. هم دول النكبه على الزمالك، وهم السبب في ان اللعيبه بتسيب النادي وبتطفش. ما هو يعني مكان ما فيهوش استقرار، نادي ما فيهوش استقرار، ما بيحصلوش على مستحقاتهم.
وبعدين نرجع نعيط ونولول ونقول اصل الاهلي بيعمل كباري واصل الاهلي بيخطف اللعيبه وشوف الزمالك بيتفاوض مع فتوح. انت يعني الزمالك بقاله قد ايه بيتفاوض مع فتوح؟ بقاله كام شهر بيتفاوض مع فتوح، ودلوقتي لحد دلوقتي خلاص الراجل في يناير هيبقى حر وهيمشي، ولحد دلوقتي مش عارف يعني مش عارف تمضيه. وبالمناسبه بيراميدز دخلت على الخط مع فتوح، وما ادراك بقى من بيراميدز، فلوس بقى ملايين. والكابتن احمد يحيى وكيل فتوح، الكابتن احمد يحيى وكيل فتوح عقد جلسه مع عمرو البسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، وطلب 100 مليون جنيه نظير توقيع فتوح لمده 3 مواسم. مش عارفه بقى النادي الزمالك مستني ايه. 100 مليون ده الرقم اللي حدده فتوح، الراجل عايز كده. ما خلاص بقى، ما هي عرسانها كتير، حقه. معلش يعني لو هو عايز الرقم ده الاهلي مش هيقدر يديهوله، وهو من النهاية في الخلاصه كده اللي هيدفع ال 100 مليون هيشيل، هيحصل على التوقيع فوري. وزي ما احنا عارفين الزمالك بيمر بمشاكل ماليه ضخمه، الا بقى لو تدخل رجل من رجال الاعمال علشان يحاول يدعم ويحاول يحل ازمه احمد فتوح. وانا عن نفسي يعني مش متاكده ان ده ممكن يحصل اصلا، عشان اي حد هيتصدر المشهد دلوقتي خصوصا بعد ظهور مرتضى كمان هيتقال عليه فاسد وهيتقال عليه حرامي، والتهم بقى جاهزه وكلنا طبعا عارفينها، وهيتشتم بقى بسلسفيل اهله. طب وبعدين؟ دي نقطه تخلي مفيش حد يتصدر المشهد دلوقتي. في نقطه تانية كمان، ما هو انت في لعيبه تانية عايزه مستحقات. يعني انت لو ربنا كرمك اي رجل اعمال ودخل وحل مشكله فتوح ووقعه، انت يعني انا مش عايزه اشبه يعني، لا ده في حاجه هتطفح في وشه. ده عايز، ده انا ليا مستحقات بقالي 1.5 سنة اللي بدأ يلحن عليه عواد، وده ليه وده ليه. فما حدش قادر اصلا ان هو يعني يتصدر المشهد. وبعد دخول مرتضى طبعا والشرشحه مش هينفع، هيفضل الوضع كده. يعني يا جماعه ادوا فرصه بس للنادي يلتقط انفاسه. النادي انهار، مش النادي انهار. سيبوا الامور يعني تمشي كده في مسارها الطبيعي. احنا داخلين على انتخابات، نكمل الانتخابات، خلي في اداره تيجي اداره بس، واللي ينجح ايا كان من هو الف مبروك، ويلا نشتغل علشان خاطر الفرقه دي تقف على رجليها. ويا ريت الكل من ابناء النادي يدعم ويساند اي اداره تيجي. اي اداره تيجي مش هيفضل الوضع كده. في ناس مصلحتها ان الوضع يفضل كده، لا هم خايفين على مصلحه نادي ولا هم خايفين على ان لعيبه تفرط. النادي هيقع، النادي هيقع. فيا ريت الاشكال الضاله اللي رجعت تاني تتكلم وتتصدر المشهد دي، يا ريت الناس ما تدعمهاش، ويا ريت الناس تبقى ورا الانتخابات لحد ما تكمل ويدعموا اللي هيجي علشان خاطر النادي ده يقف على رجليه. مفيش كلام هيتقال تاني بعد ده. ده اللايف بتاعنا النهارده. اتمنى اشوفكم بخير وعلى خير. ولو عجبك اللايف شاركه، اشترك على صفحتي على اليوتيوب او على صفحتي على الفيسبوك، يشرفني وجودك معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.